طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتعامل إزاي أو هنتعلم إزاي نستخدم برنامج الأكيو سكان بدون سكانر، بدون كاميرا على ترايبود، باستخدام الموبايل فقط. طيب، تمام. إحنا في الأول محتاجين إيه؟ محتاجين الموبايل، تمام، يكون مثبت على ترايبود أو حامل زي دوت كده، زي الحامل ده. فايدته بس الوحيدة ان هو يكون ثابت، الصورة ثابتة، ما فيهاش اي اهتزاز، ما فيهاش اي حركة، بحيث ان الابعاد تطلع مظبوطة. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة محتاجين اللوحة اللي ورا دي. تمام، انا مجهز كذا حجم للوحة. الحجم دوت متر في 70. تمام. احنا محتاجين اللوحة تكون بخلفية غامقة، مش شرط سودة. تمام، ويكون عليها الدوائر ديت، وانا هبقى احطها لكم في رابط الفيديو تحت. الدوائر دي فايدتها ان البرنامج بيتعرف على المركز بتاعها، وبيوصل النقطة بالمركز دي، مركز الدايرة دي بالمركز ده بحيث ان هو يعمل مستطيل وهمي يكون داخله القطعة بتاعتنا. تمام. بعد ما بنطبع الورقة الكبيرة دي، سواء متر في 70 او 2 متر ونص في متر وخمسين، 250 في 150 يعني، بنطبعها وبنلزقها على الحيطة أو نلزقها على المكان اللي هنلزق عليه بالشكل ده كده. تمام. وبعديها بنحط الباترون جواها. لو الخلفية غامقة، البورد غامقة، بنستخدم الباترون يكون فاتح، ورق فاتح. والعكس صحيح، لو الورق غامق بنستخدم البورد فاتح. تمام. طيب، شفنا ازاي الحاجات الأساسية. عندنا الكاميرا، عندنا البورد، عندنا الباترون. تمام. والحاجة اللي هنثبت بيها الكاميرا بشكل أساسي يعني. طيب، نفتح معانا الأكيو سكان، نعرف ازاي هنستخدمه أو ايه الواجهة بتاعته. الواجهة الرئيسية بتاعته اللي بتفتح دي نسخة، طبعا دي نسخة 17. تمام. طيب، عندنا أول حاجة البيس انفورميشن. القطعة اللي احنا هنعملها سكان دي هتتحفظ فين بالظبط؟ هنقول له مثلا في السي، ونخش على الستورج اريا بتاعت اكيو سكان توتوريال. تمام. البيس نيم بريفكس، القطعة اللي هيتعمل لها سكان ديت اسمها ايه، وليكن مثلا نسميها تيست. تمام. ستارت بيس نمبرنج، يعني اول قطعة او ترتيب القطعة باول رقم هيبقى رقم كام، والقطعة رقم 2 هتبقى رقم 2، والتالتة هيبقى رقم 3، وهكذا. طيب، السايز سكاند، المقاس اللي احنا بنسكانه ده هيكون مقاس ايه، وليكن اكس لارج. تمام. اديت تو موديل، لو انا عايز اضيف القطعه في موديل هضيفها، هختار الموديل واضيفها بحيث ان القطعه اللي هتعمل لها سكان هتضاف بشكل اوتوماتيكي على الموديل. طيب، الجريد رول تايب، رول تيبل طبعا. الرول تيبل اللي احنا هنختار سمول ميديوم لارج اكس لارج. تمام، لحد 2 اكس. طيب، احنا كده حددنا كل الانفورميشن بتاعت القطعه. طيب، في عندنا الاكسبورت. طبعا احنا عارفين ان الاكيو سكان ممكن يعمل حاجتين: يعمل اكسبورت دي اكس اف للبرامج التانية، يا اما يعمل السايز او الباترون اللي عمل له سكان دوت بيدخله بشكل اوتوماتيك على الجيربر في الاستورج اريا. وده اللي احنا عملناه فوق. المهم، احنا هنجرب الاثنين. هنجرب دلوقتي نعمله سكان ونطلعه على الاستورج اريا، ونجرب الاكسبورت دي اكس اف. تمام. نختار الستاندرد دي اكس اف. تمام. والاوتبوت ديكشنري نختاره مثلا في اكس كام فايلز. اوكي. اوكي. طيب، سكان انفورميشن، خلاص خلصنا البيس انفورميشن، نخش على السكان انفورميشن. عندنا الماتيريال دي ابعاد البورد اللي احنا بنستخدمه. طب ده احنا عايزين نعدل عليها، نخش فين؟ هنخش على اكشن، هنخش على فيو، سوري، فيو اوبشن. تمام. دي الاعدادات بتاعه القطعه. احنا في العادي ما بنغيرش حاجه فيها. تمام. بنخلي بس اليونتس من متريك لامبريال، او من امبريال لمتريك حسب ما احنا شغالين. فاحنا في الحاله دي هنخليها متريك، احنا شغالين مع ارقام سنتي. تمام. نخش على الماتيريال ونقول نيو. تمام. نسمي النيم، تمام، اللي هيظهر لنا من بره. نسميه مثلا وليكن ماستر سكان مثلا. تمام. تمام، هو اخره في الحروف كده. تمام كده.
التايب بتاع البورد ده ايه، بلاستيك، بيبر، كاردبورد. ففي الغالب بتبقى كاردبورد اللي هو لوحة بتتلزق، او اللوحة اللي هي السبورة الماجنتيك دي. تمام. 3 هولز دي التباين. تمام، عشان يخلي لو في اي اضاءة او لمعة او كده بيخفيها. احنا بنزودها او بنقللها بناء على اول صورة بناخدها. تمام. لو احنا بقى في الحالة ديت بنستخدم باترون غامق، فبنعلم على الاوبشن ده. تمام. فهو بيعكس الالوان. تمام. احنا بنختار بقى ايمج فروم كاميرا، عشان احنا بنستخدم كاميرا في العادي. تمام. زي ما قلنا في الاول كده، ان احنا لما نخش هنا عندنا كذا ابعاد للبورد. احنا ما بنحطش الابعاد الخارجيه، احنا بنحط الابعاد الداخليه، اللي هي من مركز النقطه دي لمركز النقطه دي ده الطول، ومن مركز النقطه دي لمركز النقطه دي ده العرض. تمام كده. طيب انا كاتب ابعادهم هنا، وليكن هنستخدم اللوحه التانية ديت اللي هي في العادي 250 طول في 150 ارتفاع. تمام. او من النقطة للنقطة هي 230 في 130. طيب نكتب هنا بقى 230 سنتي في الويتس، 230 سنتي في 130 سنتي ارتفاع. تمام. ونقول له اوكي. تمام كده، القطعة اتضافت وكل حاجة تمام. نقول له اوكي هنا، ونيجي على الماتيريال هنا ونقول له نختار الماستر سكان اللي احنا اخترناه. تمام كده، زي الفل. ماشي. طيب جهزنا الحاجات دي وجهزنا الحاجات دي. طيب احنا عايزين دلوقتي نضيف الصورة، وليكن انا الصورة دي عملنا لها اسكان. تمام. وضفناها، حطينا القطعة دي. تمام. اللي بيسأل الباترون ده ايه، ده باترون ده باترون من قائمة ويزارد انا كنت عامله. تمام. وهنجرب عليه النهارده، نشوف الباترون بقائمة الويزارد اللي احنا بنتكلم عليها ديت، عشان يبقى كل حاجة باينة واحنا شغالين. نخش على ويزارد، نخش على بلاي، نختار ديت، نقول له اوكي، ونشغل السكريبت. تمام. رسم معانا باترون الجاكيت الحريمي بكل تفاصيله، كم القطعة، كم القطعتين، الظهر، الصدر، عرقة الظهر، مصرة الأمام، كل حاجة موجودة وكل حاجة تمام. تمام كده. طيب نخش على الأكيو سكان. احنا نقول له الايمج فايل، نختار الصورة اللي احنا هنطلعها. الكاميرا بتطلع كذا صيغة، احنا يا صيغة بي ام بي لو الكاميرا قديمة شوية، لو صيغة دي بي جي لو احنا بالفعل بنصور بموبايل، فبالفعل صورنا الموبايل نختار جي بي جي. تمام. ونختار الصورة بتاعتنا. تمام. الصورة اهي. تمام. ضروري الابعاد اللي احنا بنصور عليها البورد تكون هي نفس الابعاد اللي دخلناها في الاكيو سكان. تمام. لو قلنا اوبن، تمام، بعد كده قلنا بريفيو. تمام. وننتظر كده، يقول لك سكان كونفرت. بيشوف الصورة اللي احنا ضفناها له دي وبيتأكد من أبعادها. بعد كده بيسكنها ويتأكد إن كل حاجة تمام، وبعد كده يفتح لك بريفيو يشوف اللي انت عملته ده ايه. طيب هو بالفعل خد مركز كل نقطة، مركز كل دايرة. تمام. ووصل مستطيل وهم كده عشان يقول لنا ان دي كل حاجة تمام. طيب احنا شايفين الصورة، احنا عايزين نشوف التريس اللي حصل على الصورة ديت او الحدود الخارجية اللي بالفعل هتكون باترون. ندوس على فيكتور ايمج او فيكتور فيو ونفتح كده. طيب هو واخد الدواير وواخد خطوط داخلية كتيرة واخد حاجات احنا ممكن ما نكونش محتاجينها. فاحنا بنلعب في القيم ديت. لو نزلناها كده، لو خليناها على لايتر يمسح كل الخطوط الداخلية. تمام. نخليها شوية كمان بحيث ان هي تنظف القطع من كل خطوط داخلية، يعني الى حد ما الدنيا كويسة كده. طيب بعد كده نخش على كروب اللي احنا نقص وناخد بس اللي احنا محتاجينه عشان ما ياخدش اي حاجة زيادة. تمام كده. تمام. ندوس كمان كليك كده، قص معانا الحدود ديت، وظهر معانا بس الباترون اللي احنا محتاجينه. تمام كده، زي الفل. طيب احنا قلنا عايزين سيف اي ام يعني اكيو مارك داتا. تمام. اقول له سيف اكيو مارك داتا، والمفروض هتنزل معانا في في الاستورج اريا دي اللي هي اكيو سكان توتوريال.
نفتح كده ونستنى. طبعا السايز سكانت المقاس الاساسي هيكون اكس لارج، وجدول المقاسات المرتبط بيه من سمول ل 2 اكس. تمام، نقول له اوكي. تمام، ضاف معانا قطع اهو، ادي الظهر، ادي الكم، ادي العراقه بتاعت الظهر، ادي الكولا، ادي الكم القطعه الصغيره، ادي الصدر، ادي الكم القطعه الكبيره، ادي نصرة الصدر. تمام، نقول لهم اوبن ونتاكد من اللي احنا ضفناه دوت، هل هو تمام وهل هو مظبوط ولا في اي مشاكل. ننزل القطع بتاعتنا دي. تمام، نزلت معانا اهو. دي القطعة لو بصينا على الاسم فوق هنلاقيها بي 142. تمام، لو عملنا لها مطابقة مع الباترون اللي احنا عملنا له سكان بالفعل، نفس الباترون بالظبط، مفيش اي حاجة. الفرق بس ان هو الخطوط الداخلية اللي احنا حطيناها فيه احنا شلناها لما جينا نعمل تباين عشان يبقى الباترون معانا نضيف ومفيهوش اي مشاكل. تمام، اتأكد مثلا مع كم القطعتين برضو نفس المشاكل، يعني مفيش اي مشكلة بالظبط بالملي. طيب احنا حطينا الباترون ده كده، لو احنا غيرنا ابعاد الباترون مش ابعاد الباترون، لو حطينا ابعاد مختلفة في البورد، تمام، ايه اللي هيحصل؟ يعني لو حطينا ابعاد مختلفة وليكن غيرنا الابعاد وخلينا مثلا دخلنا على فيو وقلنا ماتيريال وقلنا دوت واخترنا اديت وخليناها بدل ما هي 230 خليناها 220، يعني كتبنا غلط. تمام، وقلنا اوكي، وقلنا اوكي تاني. طيب نفس الايمج ونفس كل حاجة، بس نختار سكانر وهنشوف ان السنتي يفرق في الموضوع ده خالص. هتلاقي الباترون كله اتضغط كده وشكله مبيبقاش كويس. ده اللي احنا بننبه عليه، ان الباترون يعني الاكيو سكان بالذات حساس في اول تعامل، بعد كده الدنيا فيه بتبقى تكون بسيطة وبيسهل عليك كتير انك ترفع مقاسات القطع او ترفع مقاسات الباترون وتدخل الباترون بشكل يدوي، وليلة طويلة اوي. طيب نمسح القديم. طيب عشان احنا ما عملناش اسكان او ما عملناش تهيئة للصورة، فحصل فيها مشكلة، حصل فيها مشكلة بحيث ان احنا يعني هو ما تعرفش على القطعة، لازم نعمل بريفيو. تمام، لازم نعمل بريفيو كده ونتأكد ان كل حاجة تمام، بعد كده نعمل سيف ايمج او سيف قطع يعني. طيب هنا كده كده قطع تمام، نعمل لايتر شوية عشان نعمل نبين الباترون بتاعنا. عملنا القطع نروح عاملين كروب. تمام، ده كليك كمان يعمل يقص القطعة دي. بعد كده نقول له save am data، يسيب القطع بتاعته. تمام، سيف القطع. ماشي، هي القطعة اهي تحت 11 و21، وليكن هنفتح بس الصدر نتأكد بس ان هو كل حاجة زي ما انا بقول ولا لأ. شايفين الاختلاف البسيط اللي حصل ده؟ شايفين في الطول اهو، احنا حطينا بدل من 220 بدل من 230 حطينا 220، فالاختلاف ده حصل في الطول، كذلك في العرض اللي هيحصل. تمام، فاحنا بننوه وبنأكد ان كل حاجة تكون تمام عشان نتأكد من كل حاجة قبل ما نشتغل. طبعا ما ننكرش ان البورد اللي انا بتكلم عليها هي سعرها غالي وسعرها يعني مرتفع شوية، والسيستم نفسه مرتفع شوية، بس بيكون دقيق 100%. اللي انا بتكلم عليه دوت يكون او بمعنى اصح هيكون حل اقتصادي لكل الناس اللي بتحب او عندها فضول ان هي تجرب الاكي سكان. هو بالفعل كويس تمام، بس محتاج انك تظبطه اول مرة بس، بعد كده اشتغل عليه براحتك، مش هيأثر معاك في اي حاجة.
طيب احنا دلوقتي جربنا تصدير لاكيو مارك داتا، تمام. طب احنا لو عايزين نصدر دي اكس اف، نتأكد بس من الاعدادات بتاعتنا تاني، نخش على الماتيريال، نخش على البورد بتاعتنا ونقول له edit، كان هنا 230 مش 220، تمام، ونقول له اوكي، تمام. طيب احنا عايزين ستاندرد دي اكس اف، طيب هنقول له بريفيو تاني. نفتح معانا البريفيو. طبعا كل ما البورد تبقى كبيرة كل ما بقدر احط فيه قطع بطرون كتيرة، تمام. فماشي، طب احنا عملنا كده، هنقول له كروب برضو، تمام، يقص لنا الحدود. احنا بنعمل كروب ليه؟ عشان ما يضيفش حاجات هي ملهاش لازمة في البورد يعني، تمام. نقول له بس هنا سيف دي اكس اف داتا، تمام، برضه هيعمل كونفرت للبيسز، تمام. دي اكس اف بقى ممكن نستخدمه مع اي برنامج تاني، جيميني، كلو. طب نجرب على كلو طالما الموضوع متاح معانا. نفتح كلو. قول له يس، يس. استنى انتظر ان كلو يفتح، تمام. الملف دي اكس اف اللي هيطلع هيكون هنا بالفعل، هو يعني ما كانش منتظرني اصلا، هو بالفعل طلع القطع. نفتحها. تمام، كله شغال اهو بيفتح. دي نسخة 24.2. تأكد ان كل حاجة تمام وبعد كده نفتح. طيب نفتح، نقول فايل import dxf، تمام. نخش على اكيس كام فايلز، اي قطعة واحدة بس، مش عايزين اكتر من كده. طيب اوتو سكيل مش هنغير اي حاجة، تمام. فتح معانا دي الكولا اهي. لو قلنا مثلا import add dxf اي قطعة تانية، نفس الحاجة، ده كوم اهو، تمام. يبقى كده الاكيس كان شغال مفيهوش اي مشاكل، تمام. ده كان كده بس شرح بسيط من الألف للياء على الأكيو سكان، عشان لو حد عنده أي مشاكل فيه. طيب دي يعني احنا اخترنا الايمج فايل تي واين دي، لو احنا عندنا كاميرا وبنعرفها كسكانر للبتاع للأكيو سكان، بحيث ان هو اول بس ما ندوس بريفيو هو بيلقط صورة بشكل مباشر عشان يدخلها، يعني بيختصر خطوة ان احنا نصور بالموبايل وننقل الصورة على الكمبيوتر، او ونختارها ونظبطها وكده يعني، فاهمني. بس فدي كده كان شرح الاكي سكان وبكل حاجته وتفاصيله كلها. بس ده كده كان كل حاجة النهاردة. اشوفكم على خير. السلام عليكم. طبعا مش هننسى هنحط الرابط كلها تحت الفيديو، ولو حد عنده اي استفسار او اي سؤال بخصوص البورد او بخصوص الحاجات ديت، انا دي التفاصيل كلها دي متاحة، تمام. دي البورد الاولانية 2 متر ونص في 1 متر و50، تمام. والبورد التانية اللي هي 1 متر في 70، تمام. الصافي بتاعها من هنا 60 في 92، والصافي بتاعها من جوه هنا 230 في 130، تمام. يلا كده كل حاجة تمام، أشوفكم على خير في فيديو جاي. يلا مع السلامة، السلام عليكم.